هاد الملك ربح أعظم حرب في التاريخ، ولكن خسر 20 عام كاملة وهو كيحاول يرجع للمملكة ديالو. هذه هي القصة ديال أوديسيوس. كتبدا القصة ديالنا في مملكة إيثاكا بعد 7 سنين على نهاية معركة دروادة اللي كانت طويلة بزاف. كنشوفو المغني رافي سكوتش اللي كيلعب دور الشاعر طالع فوق الطبلة بحال شي ولد صغير وكيسمعهم ما تيسر من الشعر والأغاني. أما بليومبي فهي مرات الملك الغائب أوديسيوس، مني بدات الحرب حتى لدابا وهي كتسناه يرجع. في الوقت اللي اوديسيوس غايب تجمعوا الخطاب كاملين باش يتنافسوا على الزواج من بنيومبي، حيت اللي غادي يتزوج بها غادي يولي هو الحاكم ديال المملكه. والسبب هو ان اوديسيوس غاب هادي 7 سنين وحتى واحد ما عرف واش باقي حي ولا مات. وكان عنده واحد ولدو سميتو تيلكاموس اللي قبل ما يمشي باه للحرب خلاه صغير الحيمه. اما دابا كبر وقال لك اسيدي بغيت تولى الحكم، ولكن الخطاب اللي بغاو يتزوجوا بمو كانت عينهم عليه، وكل واحد فيهم كان بغا يقتلو حيت كانوا عارفين مزيان انه هو العقبة الوحيدة اللي واقفة بينهم وبين الحكم. واحد اللقطة كنشوفو الشاب تيلكاموس مع الرجل الأعمى والجندي مينتور، وهاد الجوج هما الوحيدين اللي كانوا حاسين بان اوديسيوس باقي حي وقريب غادي يرجع. كيسول تيلكاموس الرجل الأعمى على باه وكيعرف منه كيفاش كانوا كيختاروا الجنود بالقرعة قبل معركة دروادة. وكنعرفوا ان اوديسيوس كان عنده واحد الكلب كان مربيه مني كان صغير، وداك الكلب حتى هو باقي ما فقد الامل وكان كيتسنى مولا يرجع. ومن بعد شويتي الكاموس كيرجع عند مو وكتقول ليه وصل الوقت اللي خصني نختار واحد من الخطاب باش نتزوج به ويولي ملك. قال لي هاتي الكاموس ما تزوجيش حيت عندي احساس مني بابا باقي حي وممكن يعاود يرجع، وطلب منها يكون هو الحاكم بلا صباع عوض شي واحد اخر. بقات كتشوف فيه وهي تشرط عليه واحد الشرط واللي هو الا ركب واحد القوس غادي يولي الحاكم ديال المملكه، ولكن للاسف ما كيقدرش يركبو. وكتقول ليه مني باك كان كيركبو في ثواني، اما انت كاع ما قدرتي حتى تركبو. سير وليدي راك باقي صغير على باش تكون حاكم، انت ما حكمتي حتى راسك بقى لك غير الحكم. تيلكاموس مشى حاد راسو وغيره واخا كان طالع عليه الدم ما جاوباش. في الليله ديال الحفل كيبان واحد الشكيليطا طاغي وحس براسو كيعذب الكلب ديال اوديسيوس تحت الطبله. مشى عندو الراجل الاعمى وطلب منه باش يبعد على الكلب، ما بغاش. وكيجي تيلكاموس وكيقول ليه راه هاد الكلب ديال الوالد وعزيز عليه، ولكن الشكيليطا كيضرب الراجل اللي ما كيشوفش وكيطيحو في الارض. تيلكاموس ما كيعجبوش الحال وكيمشي كيهز السلاح باش يدافع على الراجل اللي طايح في الارض، ولكن غير جابو وبغى يبدا الهجوم كيهزو الشكيليطا وكيخبطو مع الارض. كلشي كان غير كيتفرج حتى واحد ما قدر يهضر معاهم حيت كلهم خطاب وكانوا كيتسناو هاد اللحظه. واحد شويه وهي دخل الام ديال تيلكاموس وطلبات من الشكيليطا باش يبعد من ولدها. ومن بعد هادشي اللي طرات الكاموس كيحس بالحقره وكيخرج يقلب على باه، كيجمع المؤونه والرجال الاوفياء اللي معاه وكينطلق في رحله بحث. اما الاب ديال اوديسيوس فكان مجلي في واحد الجزيره قاحله مع كاليبوس اللي كتكون مسيطر عليه بالزهره ديال اللوتوس، وكان كيحاول يتفكر شنو وقع بعد الحرب. وهنا كيرجع بينا الفيلم 7 سنين للور. بعد الانتصار في معركة دروادة اوديسيوس والجنود ديالو كيهبطوا لواحد القرية وكيسرقوا المؤونة وكيحرقوا الديور اللي كاينين تماك. من بعدها كيوصلوا لجزيرة واحدة اخرى وكيلقاو واحد الخروف وكيبقاو تابعينه حتى كيدخلوا لواحد الكهف اللي كان فيه الماكلة، وقرروا يقتحموه واخا كانوا عارفين انه ماشي ديالهم. ولكن من بعد غادي يكتشفوا باللي داروا اكبر غلطة في حياتهم. من بعد كيجي العملاق السيليكوب ولد بوس ديال الالهه ديالهم، كيجيو كيسد عليهم الكهف بواحد الحجره كبيره، وكل مره كيجي الجوع كيشد شي واحد من الجنود وكياكلو. بقاو مده طويله على هاد الحال وفوق ما كيحاولوا يهربوا ما كيقدروش، حتى لواحد النهار اوديسيوس كيقدر يخدعو خلاه حتى نعس وجاب واحد العود الشكل ديالو بحال شي رمح وخشى عليه في عينيه وكيهرب هو والجنود ديالو اللي بقاو. وبغيت غير نقول لك عزيزي المشاهد الا وصلتي حتى لهنا اكيد القصه عجباتك، اشترك في القناه باش يوصلك كل ملخص جديد. نكملوا القصه ديالنا. من بعد كيوصلوا لواحد الغابه كيلقاو فيها واحد خونا من بعد كيبان بحال شي محارب وكان عاطيهم بالدار. بقاو كيهضروا معاه من البعيد وحاذرين منه حيت صحاب ليهم شي محارب. ملي وصلوا لعندو لقاوه غير ولد صغير لابس هذيك اللبسه ديال الجنود كيلعب بها. نقز واحد اللوين قال ليه بغينا الماكله، ولكن قالها ليه بالجد. الدري الصغير تخلع واوديسيوس قال ليه ما تغوتش عليه راه مازال صغير. اللوين بقى غير مطلع عليه قال ليه صغير لا هو ممو كبير علم الله باه كيفاش غادي يكون. وهو يضربها بواحد التغويته قداش ومشى هرب. موراها كيخرجوا واحد العمالقه قويين بزاف وبقاو طايرين على الجيش ديال اوديسيوس.
اوديسيوس قدر يهرب ولكن كيخسر تقريبا نص ديال الرجال ديالو وكيخليهم موراه وكيشد السفينه وكيكمل الرحله ديالو. والرحله باقي ما سالت هنايا. من بعدها كيوصلوا للجزيره الرابعه، كيلقاو واحد المراه وكيقولوا ليها بغينا الماكله، ولكن هي كانت خايفه منهم بزاف وبزز باش تاقت فيهم، وكتشرط عليهم الا بغاو ياكلوا خصهم يحيدوا السلاح ويحطوه على برا. ولكن من بعد شويه كيتفاجئوا انها ساحره كتعطيهم واحد الماكله كتحولهم لخنازير. من بعدها اوديسيوس كيجي وكيشوف بزاف ديال الخنازير قدام دارها وحس بشي حاجه ماشي هي هذيك، وكيعرف باللي كاين شي حاجه ماشي طبيعيه. طلب منها تعطيه شويه ديال الماكله وحطتها عليه، ولكن لاحظ مني هذيك الماكله في شكل وعاق بها وهددها انه غادي يقتل الغراب اللي كان في الاصل اختها اللي حولاتها. ومن بعدها كضطر باش ترجع الجنود كيف كانوا من قبل. وقبل ما يمشيو هو الجنود ديالو كتحضروا من اللعنه ديال بوسدين وكتقول ليه في الجزيره الخامسه كاينه واحد الحاجه كتسناك. اللي كان كيتسنى اوديسيوس هو شبح سينيون خو انطونيسو. كيوصل عنده وكيقول ليه سينو غدرتو بيا وخليتوني في الحصان حتى قتلوني. ومن بعدها كيعطيه واحد الرساله باش يوصلها لخوه. نرجعوا لتيلكاموس اللي كيوصل لمدينه سابارتا فين كيتلاقى مع الملك ميلاوس اللي كان مع اوديسيوس في معركه دروادة. كيقول ليه ميلاوس باك هو اللي كان السبب في النصر ديالنا، ولكن انا رجعت هو لا. نرجعوا للبحر عند اوديسيوس اللي كيامر الجنود ديالو يسدوا ودنيهم بالشمع باش ما يسمعوش الصوت ديال حريه البحر، حيت الا سمعوه غادي يلوحوا ريسهم من السفينه. ولكن هما غاديين كيواجهوا واحد الوحش في واحد المضيق بين جوج ديال الجبال وكيخسروا محاربين واحد اخرين. من بعد كيوصلوا للجزيره السابعه اللي كان ممنوع عليهم ياكلوا فيها اي حاجه، ولكن الجنود بكثرة الجوع اللي كان فيهم ذبحوا البقرات اللي كانوا تماك. وهناك تنزل عليهم اللعنه ديال بوسدين الاله ديالهم، وكتجي عاصفه قويه وكتغرق جميع الجنود الا اوديسيوس هو اللي كيمنع بوحدو. كيوصل لواحد الجزيره قاحله فين كيلقى كاليبسو اللي كتسيطر عليه بزهرات اللوتوس. من بعد ما سمعت كاليبتوس القصه ديالهم كتقول ليه غير سير بوسيدن ما باقيش غادي يغضب عليك. كيركب اوديسيوس فوق واحد اللوح ديال الخشب وكيغيب على الواعي، ومنين كيفتح عينيه كيلقى راسو رجع لايثاكا المدينه ديالو من بعد 20 عام ديال الغياب، 10 سنين ديال الحرب و10 سنين واحده اخرى وهو تالف. من بعد كيتلاقى بالراجل الاعمى اللي ما كيشوفش وكيقول ليه راه انطونيوس صيفط الرجال باش يتبعوا ولدك يقتلوه. وهنا كيقرر اوديسيوس يمشي ينقذ ولده. وفي نفس النهار كيوصل تيلكاموس للمملكه وكيكتشف باللي الكهنه موجدين ليه فخ بالامر من انطونيوس، ولكن اوديسيوس كيوصل في الوقت المناسب وكيعتق ولده وكيقول ليه مني انا هو باك وراني مازال حي. بنيولبي كتجمع الخطاب في واحد القاعه، وقبل ما تجمعهم كيحيدوا من القاعه الاسلحه. من بعد غادي تعرفوا علاش كيديروا هذا الشيء، وكتقول لهم اللي يقدر يركب هذا القوس هو اللي غادي يولي راجلي. وكيبداو يحاولوا واحد مورا واحد، ولكن حتى واحد ما قدر يركبو، حتى انطونيوس اللي كان مغرور ما بغاش يجرب. في هذيك اللحظه كيتقدم اوديسيوس اللي كان متنكر وما كان عارفو حتى واحد من غير الرجل الاعمى وولده. كيشد القوس وكيركبو بسهوله. وهنا كتعرف بنيولبي بلي هذا الراجل هو اوديسيوس، وكتمشي كتخبى في واحد البيت. ومن تما كتبدا تصفيات الحسابات بين اوديسيوس والخونه اللي كاينين في القصر. اوديسيوس كيبدا كيقضي على الخطه بواحد مورا واحد حتى كيوصل عند انطونيوس وكيعطيه الرساله اللي وصاه بها الشبح خوسينيون، وكيقول ليه هادي ليك وهادي الغدار اللي عزيز عليك وكيطعنو. من بعدها كيصفيها ليه. من بعد 20 عام ديال الحروب والضياع اخيرا كيرجع اوديسيوس لمراتو بنيولفي وولدو تيلكاموس، وكيعين ولدو هو الحاكم ديال المملكه. وهو ما بقى باغي غير يعيش في السلام ويرتاح مع العائله ديالو، وكيهاجر لمدينه واحده اخرى. وهكا كتسالي القصه ديالنا. الا عجبك الملخص ما تنساش تشترك في القناه حيت باقي عندنا قصص وافلام بزاف غادي يعجبوك. ونشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو.